مدرسه، احنا بنبني مدارس. ولما بيجي وزير ياخد قرار بيلزم الطلبه ان هم يروحوا المدارس عشان نقضي على الدروس الخصوصيه، الاهالي هم اللي بقوا ينزلوا يتظاهروا. هقول لحضرتك بس، وهو ده اللي انا بقوله. ما تقدريش تتكلمي في الحته دي ليه؟ لان فعلا الاهل بيبقوا حاسين ولادهم بيروحوا يقعدوا مفيش مدرسين. اللي هيصلح ده ابدا، اللي يصلح ده حضري ستاف الابتدائي، خلاص سيبك من اعدادي وثانوي وجامعه، خلاص ربنا يسهل ونصلحهم احنا عن طريق المنظومه الاجتماعيه. انما اضمني انك فعلا هتصلحي للاجيال اللي جايه بعد سنتين، ونمشي بالتدريج كده هنلاقي المعلم محترم نفسه. احنا كان المعلم بنبوس ايديه، شايفينه شيء جميل قدامنا. الحيطان والله حيطان فيها البرص والعفن بتاع الرطوبه، مدرسه قديمه قوي، قاعدين في الديسكات، بس احنا كان فاصلين 20 تلميذ، بس المعلم كان شيء غايه في الروعه. مدرس لغايه مثلا مفيش من 10 سنين، مدرسي في ابتدائي لقيته فجاه وانا بمثل ماما امريكا، لقيته قاعد في اول صف. بكيت على المسرح ونزلت ابوس ايده. كبير راجل بقى عجز كده، بس هو كان مؤمن ان انا هبقى ممثل وانا في ابتدائي. وليا صور على الفيسبوك وانا عامل ريحاني وانا صغير عندي 7 سنين وكده. فقصدي اقول لازم نبني منظومه جديده. انا عارف ان التغيير الجزئي ملعب الشيطان، انما التغيير الكلي يبقى قرار. في دي بالذات انا اقول لك لا، التغيير الجزئي افضل علشان نبقى منطقيين. من اروع الشخصيات اللي قدمت اعمال ايجابيه وكان قام بدور المعلم كفنان، بدليل ان هو قدم في التلفزيون مؤخرا تجربه اعزائي المشاهدين مفيش مشكله خالص، قدم لنا دور المعلم في المسرح، قدم لنا دور المعلم في التلفزيون من خلال دراما ونوس واحفاده وونيس واحفاده سوري وغيرها اعمال كتير جدا. فكنا عاوزين من حضرتك تقول لنا ازاي الفن الايجابي قدر. هنشوف الفيلم طبعا، تقول لكل الناس ازاي الفن الايجابي احنا محتاجينه الفتره اللي جايه، وازاي حضرتك كنت بتعافر في ظل حرب كبيره على الايرادات، وحرب كبيره على الترافيك، وحرب كبيره على وجود اعمال للاسف حوالينا دمرت اجيال زي ما حضرتك اكدت. تقول للشباب كلهم الموجودين واللي حابين يسمعوا حضرتك ازاي قدرت بشخصيه استاذ محمد صبحي اللي كان خجول قوي في بدايه ما طلع، وحضرتك ذكرت ده ان انت ما كنتش اجتماعي، ازاي قدرت تكسر الحاجز ده وتقدم لنا وتعلم فينا كلنا وكل الموجودين. وانا مش عايز اقلب المساله لطاقه سلبيه، يعني بعد ما عملت الطاقه الايجابيه. انا لما ناس بتقول لي ما بتقدمش حاجه دلوقتي وكده، انا كنت بمر بظروف 5 سنين الحقيقه لمرض زوجتي رحمه الله، فما كنتش اقدر اعمل اي بلان ولا افكر في اي حاجه ثانيه. انما الاجابه على السؤال ده الحقيقيه، لما اروح عشان اقدم عمل محترم بيتقال لي معلش مش هيبقى عليه اعلانات كتير وكده، احنا عايزين عمل مبتذل. عمل مبتذل بيتاخد على طوله اضعاف الفلوس. انما العمل المحترم دلوقتي اللي بيتحكم دلوقتي وكالات الاعلانات، عايزين عمل تافه علشان الناس تتبسط ويغيبوا عقل الناس. وللاسف دي مش مشكله قناه واحده، ده قنوات كتيره. فاصبح المشكله مش في ايد الفنان. وقتنا احنا اللي بتقولي عليه ان انا كنت بسبح ضد التيار، لا ده كان سباحه جميله وعظيمه، والمراره فيها ممتعه، والعذاب فيها رائع وأونست شريف. انما النهارده انت عايز تعملي فن فيتقال لك لا فنك اصله محترم وبتاع وقيمه وقامه وبتاع وحاجات زي كده. مش عايزين حاجه مننا، حاجه تافهه، حاجه بسيطه كده زي اللغات اللي اياها دي ياخدوها منك بسرعه. ده سبب بعد حضرتك لو جاوبنا على السؤال؟ ايوه طبعا. ما هو انا عشان انا انتج لنفسي، دي مسألة بقت صعبة دلوقتي. طب هنتج لنفسي في المسرح ممكن، انا واثق ان جمهوري يقدر يملالي المسرح، لان الجمهور بتاعي اعتقد انه بقاله مدة قاعد في البيت، يعني ما هو بيشوفش حاجة تانية، ما بيروحش الاتجاه التاني. في جمهور كده انا عارفه انه ما يقدرش يستخف بعقله ويروح لمكان تاني ايا كان.
فانا بقالي مده، بقالي اكتر من 10 سنين ما اشتغلتش مسرح، عملت دراما وكده. فلما تيجي انا اللي انتج، خلاص على عاتقي بقى حتى لو خسرت، لان انا كسبت كتير. فلما اخسر زي ما خسرت في مهرجان مسرح جميع اللي فات، اللي هو لعبه ست وكارمن وزكت، ما خسرتش، انما ما كسبناش.